الحكم اللي أخده الشيبي ضد حسين الشحات هو وصمة عار في تاريخ الرياضة المصرية بشكل عام، ووصمة عار في تاريخ الكرة المصرية بشكل خاص، وصمة عار في جبين كل مسؤول عن كرة القدم المصرية، وصمة عار هتسجل باسم اتحاد جمال علام وكل المسؤولين الحاليين وكل أعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري. بقالنا 100 سنة يا جماعة بنلعب كرة قدم، عمرنا ما شفنا حد بياخد حكم من محكمة مدنية في حدث حصل داخل ملعب كرة قدم. أزمة بسيطة جدا حصلت في ملعب وشفناها كتير جدا مع الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب ضعفه وبسبب تهاونه وبسبب تآمره مع نادي بيراميدز ضد حسين الشحات، بقت أزمة كبيرة وبقت قضية وممكن توصل للفيفا، وممكن نشاط الكرة في مصر يتوقف بسبب خناقة حصلت داخل ملعب كرة قدم. هو مين فينا يا جماعة ما شافش خناقة بتحصل في ملعب كرة قدم؟ يعني مين فينا ما شافش بعد أي مباراة خناقة بتحصل في ملعب كرة قدم؟ عمرنا شفنا حد راح لجأ لقضاء مدني علشان ياخد حكم ضد حد ضربه في ملعب كرة قدم او ضد حد اصابه في ملعب كرة قدم؟ احنا كده يا جماعة بنحول ملاعب كرة القدم لساحات محاكم يا جماعة، نقعد بقى كلنا نرفع قضايا على بعض وما نلعبش بقى كرة خالص، بلاها كرة بقى ونقضي كل حياتنا في المحاكم. بنلعب كرة ليه طالما كل واحد اتضرب او كل واحد اتشتم او كل واحد اتعور او كل واحد اتصاب هيروح يرفع قضية جنائية؟ يبقى بلاها كرة القدم بقى، ما نلعبش كرة قدم ونقفل الملاعب ونصرح الناس ونصرح اللعيبة ونصرح الأجهزة الفنية ونقفل الأندية ونمشي اتحاد الكرة الفاشل ده اللي مش قادر يدير منظومة، اللي مش عارف حتى يحمي اللوائح بتاعته ويحمي القوانين بتاعته ويحمي قوانين الفيفا، اللي ما عندوش القدرة إنه يعاقب لاعب أخطأ خطأ جسيم في إنه يلجأ للقضاء المدني في ضد حسين الشحات، ما عندوش القدرة حتى ان هو يرد على النادي الاهلي في كميه الاستفسارات الكبيره اللي بعتها النادي الاهلي ليه بيقول له ايه موقف حسين الشحات وهتعمل ايه في لجوء الشيبي للقضاء المدني. اتحاد فاشل يا جماعه. بس قبل ما نتكلم على اللي حصل بالظبط وقبل ما نتكلم على حسين الشحات ممكن يتضرر ازاي، حسين الشحات ممكن يتصرف ازاي، ايه اللي ممكن يعمله النادي الاهلي، ايه اللي عمله اتحاد الكوره بعد الحكم بحبس حسين الشحات، قبل ما نتكلم في المواضيع دي كلها تعالى نقول الحكم الاول. الحكم يا جماعه هو حبس حسين الشحات سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، غرامة 100,000 جنيه على حسين الشحات، منع حسين الشحات من عضوية مجالس إدارات الأندية أو أي مؤسسة رياضية لمدة 5 سنين. تعالى بقى نفسر الحكم كده بسرعة. أولا، سنة مع إيقاف التنفيذ كلنا عارفينها إن كده حسين الشحات مش هيتسجن، هي سنة مع إيقاف التنفيذ. إيه بقى لمدة 3 سنين دي؟ لمدة 3 سنين دي معناها يا جماعة إن حسين الشحات لو قرر نفس الفعل لمدة 3 سنين هيرجع يتسجن السنة اللي هي اتحكم عليه بيها. مفهومة وواضحة للجميع وما فيهاش أي مشكلة. الغرامة طبعًا 100,000 جنيه برضه ما فيهاش أي مشكلة. الجزء التالت بقى هو منع حسين الشحات من عضوية مجالس إدارات الأندية لمدة 5 سنين، وهنا ده معناها إن حسين الشحات مش هيقدر يترشح إنه يبقى عضو مجلس إدارة أي نادي أو أي مؤسسة رياضية لمدة 5 سنين. في ناس يا جماعة طلعت قالت إن حسين الشحات مش هيلعب كرة قدم تاني، والكلام ده غلط، لأن ما فيش محكمة في الكون كله تقدر تحكم على لاعب أو أي مواطن عادي إن هي تمنعه إن هو يمارس مهنته، طالما المهنة دي ما فيهاش حاجة مخلة بالشرف وما فيهاش حاجة مخالفة للقانون. ما فيش محكمة في الكون تقدر تحكم على أي مواطن أو أي لاعب كرة قدم إن هو ما يمارسش مهنته بشكل طبيعي، فالكلام ده كله غلط. تعالى بقى نتكلم على الضرر الواقع على حسين الشحات من العقوبة. الضرر الواقع من وجهة نظري أنا 0%. ما فيش ضرر واقع على حسين الشحات. تعالى بقى أقول لك ليه ما فيش ضرر واقع على حسين الشحات. أولًا السنة دي سنة مع إيقاف التنفيذ، يعني حسين الشحات مش هيتسجن، تمام؟ ثانيًا الغرامة ال100,000 جنيه حتى لو حسين الشحات هيدفعها ما هياش المبلغ الكبير أوي يقدر حسين الشحات يدفعها بدون أي مشاكل. ثالثًا منع حسين الشحات إن هو يبقى عضو مجلس إدارة نادي أو مؤسسة رياضية في خلال 5 سنين، كل الكلام ده مش مؤثر على حسين الشحات، لأن حسين الشحات أساسًا لسه بيلعب كرة قدم، وممكن خلال ال5 سنين الجايين يفضل بيمارس كرة القدم في النادي الأهلي بشكل طبيعي، فهو أساسًا مش هيحتاج إن هو يترشح لعضوية مجلس إدارة النادي الأهلي مثلًا أو مجلس إدارة أي مؤسسة رياضية، فبرضه العقوبة دي مش مؤثرة على حسين الشحات مطلقًا. تعالَ بقى نتكلم على إيه اللي حسين الشحات هيعمله وإيه اللي ممكن حسين الشحات يعمله. جنائيًا حسين الشحات المحامي بتاعه هيقدر يقدم استئناف، لأن الحكم ده حكم درجة أولى، وبالتالي من حق حسين الشحات ومن حق المحامي بتاع حسين الشحات إنه يقدم استئناف، وبمجرد ما يقدم حسين الشحات استئناف على الحكم، الحكم هيتوقف تمامًا يا جماعة ولا كأنه لم يكن. هنرجع نعيد القارة من الأول،
ويرجع يتحول لجهة قضائية جديدة ويتحاكم من جديد، ونشوف بقى الجهة القضائية الجديدة دي هتقول إيه. وفي قاعدة قانونية معروفة كلنا عارفينها، إن لا يضار الطاعن بطعنه. يعني إيه؟ يعني حسين الشحات بالاستئناف اللي هيقدمه، المحكمة لا يمكن هتحكم بحكم زيادة. يا إما هتقول لك الحكم ده كده تمام ومظبوط ومية مية، يا إما هتقلل الحكم. يعني ممكن الحكم يتقل ويبقى غرامة بس، لكن ما ينفعش تزوده. فكده حسين الشحات بالاستئناف اللي هيقدمه هيوقف الحكم، وممكن كمان يقلله. ولو ما قللوش هو كده كده زي ما قلت لك حسين الشحات اساسا مش مضرور من القصه نهائي. طب ايه بقى موقف النادي الاهلي في اللي بيحصل ده كله؟ النادي الاهلي يا جماعه، اللي انا سمعته ان النادي الاهلي كان منتظر حكم قضائي علشان يبقى معاه سند قانوني يقدر يروح بيه للفيفا يقول لهم ان عندي لاعب كره قدم عمل حادثه داخل ملعب كره قدم واتحكم عليه حكم جنائي. فبالتالي النادي الاهلي حاليا هو منتظر منطوق الحكم. اول ما يوصل منطوق الحكم او حيثيات الحكم للنادي الاهلي ولحسين الشحات، النادي الاهلي هيجهز ملف كبير جدا يقدمه للاتحاد الدولي لكرة القدم، بيشتكي فيه نادي بيراميدز، بيشتكي فيه محمد الشيبي، بيشتكي فيه اتحاد كرة القدم المصري، ان هم تقاعسوا عن تطبيق اللوائح والقوانين الخاصة بالفيفا واللوائح والقوانين الخاصة بالاتحاد المصري لكرة القدم. والتقاعس ده ادى ان محكمة جنائية بتحكم على لاعب في حدث حصل داخل ملعب كرة قدم. ده اللي النادي الاهلي بيحضره حاليا، وده اللي النادي الاهلي بنسبة كبيرة خلال اليومين الجايين، يعني ممكن الحد او الاثنين، خلال اليومين الجايين هتشوف النادي الاهلي بينفذ الكلام ده وبيعمل الكلام ده. بس النادي الاهلي حاليا عنده المستشارين القانونيين بتوعه بيدرسوا الموضوع كويس، وفي انتظار ان هم زي ما قلت لك ياخد حيثيات الحكم علشان يبتدوا يتحركوا فعلي ضد ضد الشيبي وضد بيراميدز وضد اتحاد كرة القدم المصري في الاتحاد الدولي لكرة القدم. تعال بقى اتحاد كرة المصري عمل ايه بعد الحكم؟ اتحاد كرة المصري في خلال ساعة زمن، بعد ما كان قعد 5 شهور مش عارف يطلع قرار بإيقاف الشيبي علشان لجأ للمحاكم المدنية، في خلال ساعة زمن بعد الحكم طلع قرار بإيقاف الشيبي 6 مباريات وغرامة 100,000 جنيه. هتقول لي طب ليه 6 مباريات؟ ليه مش أكتر؟ ليه مش إيقاف لغاية الشيبي ما يسحب شكواه؟ لان لو الاتحاد المصري لكرة القدم عمل ايقاف للشيبي لغايه ما يسحب شكواه، هيبقى من حق الشيبي ان هو يستأنف على العقوبه في لجنه الانضباط. لكن الايقاف 6 مباريات وغرامه 100,000 جنيه دي بتمنع الشيبي ان هو يستأنف على العقوبه، لان الاستئناف عن العقوبه في اللوائح الاتحاد المصري لكرة القدم لازم تكون مش اقل من 8 مباريات ايقاف ومش اقل من غرامه 200,000 جنيه. فبالتالي الاتحاد المصري لكرة القدم اختار ايقاف 6 مباريات وغرامه 100,000 جنيه علشان ما يكونش من حق الشيبي ان هو يلجأ للجنه الاستئناف، ولجنه الاستئناف تخفف الحكم على الشيبي. عشان كده الاتحاد المصري لكرة القدم خد ايقاف ب6 مباريات بس وغرامه 100,000 جنيه. ايه بقى هدف الاتحاد المصري لكرة القدم من الخطوه دي ان هو يوقف الشيبي؟ هدفه حاجتين. الحاجه الاولانيه ان هو لما النادي الاهلي يجهز الملف بتاعه زي ما قلت لك ويطلع على الفيفا، الفيفا هترجع تسال اتحاد كره القدم المصري انت عندك لاعب واخد حكم قضائي في حدث حصل داخل ملعب، عملت ايه يا اتحاد كوره؟ اتحاد الكوره ساعتها هيطلع بالقرار اللي هو ايقاف الشيبي ويبعته للاتحاد الدولي لكره القدم. ليه؟ عشان الاتحاد كره القدم المصري ما يتعرضش للايقاف من قبل الفيفا، اللي هو يا فيفا انا عملت اللي عليا واللاعب اللي لجأ للقضاء انا وقفته، فانت كده مش من حقك ان انت تعاقبني لان انا نفذت اللوائح الخاصه بالاتحاد المصري لكره القدم ووقفت اللاعب اللي لجأ للقضاء. فالاتحاد المصري لكره القدم بالخطوه دي بيحمي نفسه من الاجراءات اللي هيتخذها النادي الاهلي للفيفا. دي النقطه الاولانيه. طب النقطه الثانيه فيها سن التآمر ضد النادي الاهلي، وهي ان ايقاف الشيبي ممكن يخلي الشكوى اللي هيبعتها النادي الاهلي للاتحاد الدولي لكرة القدم ملهاش اي قيمة. الاتحاد الدولي ممكن يقول للاهلي طب ما انت اللاعب اتوقف، يعني الاتحاد المصري عندك وقف اللاعب، فانت ايه محتاج ايه مننا؟ وارد جدا ده يحصل يا جماعة. لازم نحط كل الاحتمالات. وارد الفيفا ترد على النادي الاهلي وتقول له ان الاتحاد عندك وقف اللاعب اللي لجأ للقضاء، انت كده محتاج مني انا ايه؟ انا هعمل لك ايه؟ فوارد جدا يكون برضو سبب من اسباب الايقاف ده ان هم يحموا الشيبي ويحموا نادي بيراميدز من العقوبه. تعال بقى للناس اللي بتتكلم عن الصلح. الصلح يا جماعه طبعا
خيركم من بدأ بالصلح، احنا كلنا عارفين دوت. والشحات حاول اعتذر بالفعل اكتر من مره من محمد الشيبي، وحاول تجمعه جلسه صلح بمحمد الشيبي اكتر من مره، ولكن الشيبي علشان محرض من نادي بيراميدز رفض كل جلسات الصلح، ورفض ان هو يقعد حتى مع حسين الشحات. وبعد ما حسين الشحات كان اعتذر له في الملعب في اللقطه اللي احنا شفناها كلنا في غرف الملابس، رجع نادي بيراميدز سخن الموضوع اكتر في دماغ الشيبي، وحرض الشيبي ان هو يرفع قضيه في المحاكم المدنيه، ويرفض اي جلسات صلح مع حسين الشحات، ويكمل في اجراءات التقاضي عادي جدا. فبالتالي الشيبي هو اللي رافض الصلح مع حسين الشحات. انا من وجهه نظري الصلح دلوقتي ما عادش ينفع. يعني انت حتى لو الشيبي حاليا قرر ان هو يصالح حسين الشحات ويتنازل عن القضيه، ما عادش ينفع. ما عادش ينفع صلح. انا ضد التصالح، ضد تصالح النادي الاهلي، ضد تنازل النادي الاهلي عن حقه وعن حق اللاعب بتاعه، لان النادي الاهلي سكت كتير جدا. ما ينفعش نسكت اكتر من كده، لان حاجه زي دي يا جماعه الموضوع مش مجرد بس عقوبه لحسين الشحات، الموضوع ده بيمس كرامه النادي الاهلي. الموضوع ده بيمس كرامه النادي الاهلي، ان اكبر نادي في مصر في لاعب عنده بيتحكم عليه بالسجن في حدث حصل داخل ملعب كرة قدم. المقصود من الموضوع ده كله والله ما حسين الشحات، المقصود من الموضوع ده كله هو هز هيبة النادي الأهلي، إن النادي الأهلي بينه للرأي العام إن النادي الأهلي مش قادر يحمي لاعيبته، إن النادي الأهلي ما عندوش مقدرة إنه يحمي أي موظف تحت إدارته وأي لاعب تحت إدارة وتحت مظلة النادي الأهلي. ده الهدف الحقيقي من اللي بيعمله بيراميدز واللي بيعمله محمد الشيبي. علشان كده انا ضد اي تصالح، واي تصالح او اي تنازل من النادي الاهلي هو يعتبر جريمه في حق جمهور النادي الاهلي، وفي حق النادي الاهلي، وفي حق كرامه النادي الاهلي من الاخر كده. لان الموضوع مش موضوع بطولات بس يا جماعه، الموضوع موضوع كرامه نادي. كرامه النادي الاهلي اهم من 100 بطوله واهم من 1000 بطوله. مهما جبت لي من بطولات وما عرفتش تحافظ على كرامه النادي الاهلي، فانت عندي ما تسواش 5 جنيه. والايام اللي جايه هتبين النادي الاهلي ناوي يعمل ايه. النادي الاهلي هيتحرك بشكل رسمي ازاي. ومن يضحك اخيرا يضحك كثيرا، لان المتضرر حاليا في المشهد اللي قدامي ده هو محمد الشيبي. محمد الشيبي هو اللي اتوقف، وهو اللي مش هيلعب، وهو اللي هيدفع غرامه 100,000 جنيه لازم يدفعها فوري لاتحاد الكوره، ومش من حقه الاستئناف عليها. بس ده كان كل اللي معانا في فيديو النهارده. اتمنى لو الفيديو عجبكم تدعمونا بلايك بشير، تقولوا لي ارائكم في الكومنتات حتى لو مختلفين معايا في الراي، نتناقش مع بعض. وفي النهايه النصر باذن الله للنادي الاهلي ولحسين الشحات. السلام عليكم.